اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم معايا في قناه بخوني سوا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وقبل ما نبدا غنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجع وكتعطيني طاقه ايجابيه باش دائما نجيب لكم الجديد بكل فرح. اذا بلا ما نطول عليكم، الحلقه ديال اليوم غتكون مميزه كذلك كيف العاده، وغنشوفوا فيها كيفاش نرمين غتدخل للسجن، لانها اخيرا غادي تحصل وغادي تعاقب على داكشي كامل اللي دارت في نسرين والام ديالها. المهم كمال هو اللي غادي يتبعها حتى غادي يفضحها ويقدمها بنفسه للشرطة، من بعد ما غدير لهم بزاف ديال المشاكل. اما بالنسبه لامير ووردة فغادي نشوفوا العائله ديالها الجديده اللي غادي تبان في المسلسل، حتى هما غادي يجيو وغيبغيو يديروا بزاف ديال المشاكل مع امير وغيحاولوا ياخذوا منه القصر ديالو. غنخليكم تعرفوا على تفاصيل الحلقه بنفسكم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نبداو مع امير وابن عم وردة. هانتوما كتشوفوا هاد الشخص اللي غادي يبان في الحلقات المقبلة. عن مقارب غادي تجي مرت عمها اللي غادي يكون توفى، وكذلك ولد عمها غادي يجيو باش ينتقموا من امير ومن وردة بجوج بيهم، وغادي يبغيو يحيدوا الامير الدار ديالو ولا القصر ديالو، لان الارض اللي تبنى فيها هذاك القصر فهي كترجع ليهم. وهذا الشيء ما كانش عارفو امير. دابا ملي توفى عم ورده فبغاو يجيو ويرجعوا داك الارض ديالهم، وغادي يقولوا لهم بلي القصر من حقهم هما لان الارض ديالهم هما. فغادي يبغيو يخرجوا امير والعائله ديالو من هذيك الدار، وهذا الشيء اللي غنشوفوه في بدايه هذه الحلقه. اذا ولد عم ورده غادي يجي عندهم القصر، وغادي يقول لامير هذه الدار اللي راكم فيها راها داري انا ومن حقي انا، فدابا خاصكم تخويوها لاننا جينا بغينا نسترجعوا الدار ديالنا. جيدا غادي تجي وغتسمع الكلام اللي كيدور بين امير وولد عم ورده. غادي تفاجئ بزاف وغادي تقول لولد عم ورده انت شنو كتقول؟ شنو هاد الكلام اللي كتخرج على فمك وشنو كتخربق؟ كيفاش زعما هاد القصر راه ديالك ومن حقك؟ امير حتى هو غادي يغوت على ولد عم ورده وغيقول ليه واش كتعرف راسك شنو كتقول؟ كيفاش زعما هاد الدار راه ديالك؟ هنايا ولد عم ورده غيقول لهم وقيلا كاع ما فهمتوني. هادشي علاش غادي نوضح لكم كلامي مزيان وغادي نشرح لكم اكثر باش تفهموا. الارض اللي تبنات عليها هاد الدار راها من حقنا والارض ديالنا وبسميتنا. اذا حتى هذا القصر اللي تبنى على هاد الدار غادي يكون من الحق ديالنا، هانتوما ما عندكم فيه حتى شي حاجه لان الارض في الاصل كترجع لينا. امير تعصب بزاف ملي سمع هاد الهضره وقال ليه دابا غادي تخرج ليا من داري، يلا خرج من هنايا، ما بقيتش باغي نشوف وجهك في هاد الدار ولا نسمع صوتك. ولد عم ورده غادي يقول لامير انا في بلاصتك ما غاديش نتعصب، كون كنت في بلاصتكم كون راني مشيت نجمع حوايجي ونخرج من هاد الدار، حيت عاجلا ام اجلا غادي ديروا هادشي. غنشوفوا هنا جيدا جاتها السخفه وما قدرتش تستوعب الهضره ديال ولد عم ورده، ما قدرتش تصدق هذيك الشيء اللي سمعت، وغير ورده ومليكه هما اللي عتقوها سينون كانت غادي تطيح لهم في الارض. تعصبت بزاف وتوترت ملي سمعت الكلام ديال ولد عم ورده. امير غيتعصب كتر وكتر وغيبدا يغوت عليه، غيقول له يلا دابا غادي تخرج ليا من الدار ديالي، ما بقيتش باغي نشوفك هنايا. غيبدا يغوت عليه، وولد عم ورده غيبقى يشوف فيه بواحد النظرات بارده وما مسوقش، وغيبقى غير مهدن العكس تماما ديال امير. واحد الساعه غيقول له في الحقيقه غادي نخرج ولكن قبل بغيت نضرب دويره في الدار ديالي ونشوفها كيفاش دايره. وغادي يدور وجهه باش يمشي يدخل لداخل، ولكن امير غيشدو من دراعه وغادي يمنعه، غادي يقول له شوف ما تحاولش دير هذا الشيء، دابا قلت لك غادي تخرج من هذا القصر ولا راه ما غاديش يعجبك الحال. هنايا ورده بدات كتغوت وطلبت من امير باش يتهدن، قالت له شوف الام ديالك حالتها راها صعيبه بزاف. المهم امير خرج ولد عم ورده من تما وخرج معاه على برا القصر، وبدا كيهدد فيه، قال ليه غادي تبعد من عائلتي وما عمرك ما غتعاود ترجع لهاد الدار، والا راه غادي ندمك على حياتك كامله. ولد عم ورده قال له واقيلا كاع ما كتفهم بالهضره، قلت لك راه حتى انا عندي نصيب في هاد الدار هادي ومن حقي نجي ليها في اي وقت. المهم في هاد الوقيته وهما جالسين كيتغاوتوا خرجت ورده كتجري باش تشوف شنو واقع وتفارق بيناتهم. امير ملي شافها سولها قال لها انت شنو جيتي ديري هنا؟ وهو يجاوبو ولد عمها قال ليه واقيلا خفت عليك وجات تفرق بيناتنا. امير تعصب عليه وقال له يلا تحرك من هنا، ما بقيتش باغي نشوفك مرتك في هذه البلاصه. وهنايا غيبينوا ولد عم ورده شاف يانيس، هو فايت له تلاقاه في الغابه وتعرف عليه ولعب معاه. منين شافو عيط ليه ويانيس جا عنده تيجري لان كان لعب معاه من قبل فهو عزيز عليه. قال له اهلا صاحبي، واش جيتي عندنا عاوتاني مره اخرى باش تلعب معايا؟ ولد عم ورده قال لي يانيس ياك علمتك هذيك اللعبه، واش جربتيها ولعبتيها مع شي واحد ولا مازال؟ وبغى يمد يديه يحطها فوق الراس ديال يانيس باش يلعب معاه. ديك الساعه امير جر ولدو لعندو، ما خلاش ولد عم ورده يقيس فيه، وطلب من يانيس انه يدخل للدار. هنايا ورده قالت لي يانيس يلا غير سير دخل وانا شويه غادي نجي عندك ونلعب معاك، ولكن امير قال لها لا غادي تمشي انت وياه بجوج بيكم خاصكم تدخلوا. يانيس سول ولد عم ورده قال ليه واش مازال غادي تجي مره اخرى باش تلعب معايا؟ هو يقول ليه اكيد، انا دايما غادي نكون هنا وغادي نبقى نجي كل مره، كون هاني غير سير دخل دابا. منين دخلوا بجوج بيهم امير قال ليه شوف
غير حيد هاد الهضره من راسك وعمرك تحاول تحط رجليك في هاد القصر مره اخرى. وهو يقول ليه ولد عم ورده: كنظن انك ما قدرش تقبل الحقيقه، ولكن للاسف هذا هو الواقع، وانا غادي نبقى نجي لهنا دائما، وما غنقدرش نوعدك انك ما تشوفنيش مره اخرى. سمح فيه ومشى طلع في السياره ديالو ومشى في حالاته. وبقى امير معصب وغير كيخنزر فيه. غندوزو للقطه اخرى وغنشوفو امير من بعد ما دخل المكتب ديالو وهو معصب بزاف. جات لعندو ورده وحاولت انها تتكلم معاه. قالت ليه: من الاحسن انني نخرج من هاد الدار، حيت كنظن الا مشيت ما غاديش يبقى هاد المشكل بينك وبينهم، وكل شيء غادي يتحل وغيرجع كيف كان من قبل. امير غيقول لها: هاد الشيء اللي واقع دابا ما عنده حتى شي علاقه بك. ولد عمك ومرت عمك عندهم مشكل معايا انا شخصي، ماشي معاك انت، ماشي حيت انت كاينه في هاد الدار داكشي باش جاو داروا لينا بحال هكا. ورده غادي تحاول تشرح ليه وغتقول له: لا راه الا مشيت انا من هاد الدار غادي. وقبل ما تكمل الجمله ديالها امير كيقاطعها وتيغوت عليها، كان معصب بزاف. قال لها: صافي، ما بقيتش باغي نسمعك كتهضري في هذا الموضوع، واخر مره تعاودي تقولي لي غادي تمشي من هاد الدار. هاد الموضوع هذا ما عنده حتى شي علاقه بك، انا قلتها لك ومازال كنعاودها. وانتي دابا راكي تحت الحمايه ديالي ومسؤوله مني، وما عندك فين تمشي. من بعد غنشوفوا امير كيتصل بالمحامي ديالو وكيطلب منه باش يتحقق من داك الكلام اللي قال ليه ولد عم ورده، يشوف واش دوك الوراق حقيقيين ولا غير مزورين، ويشوف واش بصح هذيك الارض كتنتمي ليهم وفي الاصل يعني كترجع ليهم ولا لا. المهم طلب من المحامي باش يتحقق من الموضوع كامل ويجيب ليه معلومات اكثر، ومعلومات اللي غادي تكون من طبيعة الحال حقيقية وصحيحة. وردة هنايا بينوها كتذكر الكلام ديال عمة أمير قبل ما توفى، لأن غادي نشوفوا في واحد الحلقة أن عمة أمير غادي تبان حتى هي في المسلسل وغتدخل المستشفى وغادي توفى. الوغ وردة غتذكر أنها ملي كانت معاها في المستشفى كانت طلبت منها أنها دائما تبقى بجنب أمير وما تخلاش عليه نهائيا، وكانت طلبت منها باش توعدها بهذا الشيء. هنايا وردة قالت لأمير: بصح نتايا مسؤول علينا كاملين، ولكن حتى حنايا خاصنا نقدموا لك الدعم اللازم، فكنتمنى الا احتاجيتيني في شي حاجه ولا بغيتيني ندير شي حاجه غير طلبها مني وانا غادي نديرها بدون تردد. امير بدا كيشوف في ورده وتذكر حتى هو الكلام ديال عمته ملي كانت في المستشفى، كان دخل عندها هو وجيدان وطلبت منه باش يطلق ورده ويتزوج بثريا. كان هذا هو الطلب ديالها الامير قبل ما توفى. وهنايا امير قال لورده: انا ما محتاج منك حتى شي حاجه، انتي دابا غير سيري وانا راه قد بشغالي وعارف راسي شنو خاصني ندير. وردة خرجت من عنده من المكتب وخلاته جالس كيفكر. غننتقلوا دابا لمشهد اخر وغادي نشوفوا ان كمال خرج من السجن. الوغ كمال غادي يكون دخل السجن بسبب نيرمين، لانها غادي تقتل واحد الشخص اللي كان باغي يفضحها، وغادي تلصق التهمه لكمال. من بعد ما غتعترف له بالحب ديالها هو غادي يرفضها، ومن بعد ما غادي يعرف الحقيقه ديالها ويعرف داكشي اللي دارت الامنيه وداكشي اللي دارت كامل. المهم كمال من بعد ما غيدخل السجن، نسرين وواحد الصديق ديالو غيكون كيشتغل معاه في الشركه غادي يتعاونوا بجوج بيهم وغادي يخرجوه. غادي نشوفوا هادشي في فيديو اخر بالتفصيل. ودابا غيبينوه خرج من السجن وجا للدار عند نسرين فرحان بزاف وجا فرحهم حتى هما معاه، ومن طبيعة الحال خارج محلف في نسرين ومقرر انه غادي ينتقم منها وغيدخلها للسجن بيديه. غيبينوا نسرين كانت فرحانه بزاف وكتسنى بفارغ الصبر امتى غتشوفو، لانها كانت معاه في الليله اللي قبل وحضرت معاه المحاكمه ديالو فاش تحكم بالبراءه. المهم نسرين فرحات وعنقات وقالت ليه: على سلامتك، الحمد لله دابا هاد الكابوس كله سالا، ودابا غادي نرجع انا وياك كيف كنا من قبل، وغترجع حياتنا طبيعيه بدون مشاكل. كامل غيقولها: بصح صافي كلشي سالا، المشاكل كلهم تهنينا منهم ودابا غادي نكملوا حياتنا بدون مشاكل. هنايا كمال غادي يسلم على مراد والصديقه ديالو غادي يعنقهم وغيقولوا له على سلامتك. وكمال غيسول نسرين غادي يقول لها: واش خبرتي الام ديالك بالخروج ديالي من السجن؟ غتقولوا لا، ما خبرتها بحتى شي حاجه، خليتها لها مفاجاه. غادي تمشي هي وكمال الغرفه ديال امنيه باش يفاجئوها ويفرحوها بخروج كمال من السجن، لانه عزيز عليها بزاف وكتمنى له غير الخير. وبالفعل هادشي اللي غيديروا غيمشيو مباشره للغرفه ديال السيده امنيه. غادي يلقاو معاها الممرضه اللي غتكون جايباها نيرمين ومتفقه معاها باش ما تبقاش تعطيها الدواء اللي كتب ليها الطبيب، باش الحاله ديالها تبقى دائما راجعه اللور وما عمرها تبرا وتفضحها. وبالنسبه للفيديو اللي غادي تفضح فيه الممرضه ويحصلوها ويعرفوها انها متورطه مع نيرمين وبانها جايباها باش تنهي الحياه ديال السيده امنيه، هذا الفيديو حطيته لكم من قبل، غادي يبان لكم الرابط ديالو هنا في اعلى الشاشه على اليمين. بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوهش غادي يعجبكم بزاف. دابا غادي نكملوا من بعد ما دخلوا عند امنيه الغرفه ديالها. امنيه فرحات بزاف ملي شافت كمال، ونسرين قالت لها: شوفي على مفاجاه، كمال راه خرج من السجن ورجع لينا بالسلامه بخير وعلى خير. كمال قال الامنيه: حنا دابا رجعنا عائله وحده كيف ما كنا من قبل وغادي نتهناو من دوك المشاكل اللي دوزناهم كاملين.
هنا غادي نشوفوا أمنية كتبكي بقوة الفرحة لأنها ما قادراش تهدر، وفي نفس الوقت عارفة باللي نيرمين مازال تابعهم وباللي هذيك الممرضة اللي كاينة عندهم في الدار كتحاول تنهي ليها حياتها، ولكن للأسف مسكينة ما غتقدرش تعبر بالكلام على هادشي اللي كتحس به. اما الممرضه غادي نشوفوها متوتره بزاف ملي شافت كمال تخلعات وخافت على راسها، عرفت باللي يعني هو اللي كان غادي يقدر يفضحهم. ها هو دابا خرج، غير هو كمال لحد الان مازال ما عارفش ان الممرضه متورطه مع نيرمين، ولكن عارف باللي نيرمين هي اللي كانت من مور دوك الافعال والجرائم اللي دازو كاملين. غنتقلوا دابا لعند الشريره ديال نيرمين، غتكون في المكتب ديالها فرحانه وعجبها الحال، عندها الاسهم في الشركه ديال كمال وواخده واحد الجزء كبير منها. في هذه اللحظه غادي يتصل بها الصديق ديالها وغيقول لها بلي كمال خرج براءة، لأن الشخص اللي كان شاهد على الجريمة فاش تقتل هذاك السيد، فاش قتلاتو نيرمين، دخل واعترف وقال لهم بلي كمال بريء وماشي هو اللي دار داك الشيء. المهم هنايا نيرمين غادي توتر بزاف، غتعرف راسها مشات فيها ودابا هي اللي متهمة، وكمال خرج وغادي يبغي ينتقم منها، فغادي تقرر أنها تهرب خارج البلاد. غادي يدخل عندها الصديق ديال كمال، هي ما غتكونش عارفه واش صاحبه، يعني في راسها انه خدام معاهم في الشركه وصافي. غادي يجيب ليها بعض الاوراق باش توقعهم، وغتقول له خلينا دابا من الاوراق، انا بغيتك تدوز ليا واحد المبلغ مالي للحساب ديالي في الخارج، واحد المبلغ كبير. هو غيقول لها هذا المبلغ راه كبير بزاف وغادي ياخذ الوقت، غتقول له غير سير قم بالاجراءات اللازمه، وهي غتبقى تجمع في الوراق ديالها وتوجد راسها باش تهرب بحالتها. غادي ننتقلوا دابا لعند ولد عم وردة، غيبينوه في المنزل ديالو واقف كيتسنى في شي شخص غادي يوصل. كيبينوا السيارة وصلت لقدام باب الدار، ونزلت منها الأم ديالو اللي هي مرت عم وردة، واحد الإنسانة شريرة أكثر من رجلها، وحقودة وما كتحملش وردة، لا هي ولا الأم ديالها اللي توفات، وكذلك جاية باش تنتقم من عائلة تارهون وباش تاخذ منهم الأرض والدار والمزرعة وكل شيء. ولدها غادي يرحب بها ويقول لها على سلامتك، وهي غتقول له ما تقول لي على سلامتك حتى نحقق الانتقام ديالي وننتقم من ديك العائله. غيقول لها انت دابا جيتي برجليك وغادي تشوفي الانتقام بعينيك، انا غادي نحقق لك هاد الرغبه وغادي ننتقموا من هذيك العائله. الام ديالو غتقول له انا بغيت هاد الشيء يوقع في اقرب وقت، ما بقيتش قادره نصبر عليهم. وهو يقول لها غير كوني هانيه، راه السفينه ديالهم بدات كتغرق وهما عارفين هاد الشيء مزيان، راهم ساقوا الخبر باللي هذيك الدار ما بقاتش ديالهم، وهذه غير البدايه. غادي نشوفوا ولد عم وردة من بعد في المكتب ديالو، جالس قدام واحد السفينة ديال الخشب عزيزة عليه، وجالس كيتذكر الكلام ديال الأم ديالو فاش كانت كتعمر له قلبه بالحقد والشر ضد عائلة تارهون، وحتى هو دماغه ولا عامر غير بالانتقام. هنا كيطلب الهاتف من الشخص اللي حداه كيكون خدام معاه وتيتصل بأمير. ملي كيجاوبو كيقول له كنتمنى تكون ولفتي على الوضع الجديد وتكون تقبلتي الفكرة، وخاصك من دابا تبدا تجمع حوايجك وتوجد راسك باش تخوي هذيك الدار. امير تعصب عليه وبدا تيغوت عليه في التليفون، قال له بلا ما تخليني نرتكب فيك شي جريمه، هاد الموضوع هذا نساه من بالك وما تقرب لا لداري ولا لعائلتي. المهم من بعد ولد عم ورده غادي يقطع الهاتف وغيخلي امير معصب وكيغلي غير بوحديته. وهنا غيشد التليفون ديالو غادي يتصل بواحد الشخص اللي كان كلفه انه يجمع ليه اخبار على ولد عم ورده وعائلته، ويتيقن اذا كانت هذيك الارض بصح ديالهم في الاصل. المهم هنايا غادي يقول داك الشخص باقي ما عطيتيني حتى شي معلومه، وشحال وانا كنتسناك وقلت لك بلي هذا الموضوع راه مستعجل وجد مهم بالنسبه ليا. وهنايا امير غادي يتصدم من بعد ما غيقول له داك الشخص انا اصلا كنت غادي نتصل بك باش نعطيك واحد المعلومات اللي لقيتها وهي مهمه بزاف. في الحقيقه هذيك الارض في الاصل راها ديال هذيك العائله، وهما ما كذبوش عليك ولكن قالوا لك غير الحقيقه، ودابا انت وهذاك السيد راكم شركاء في هذيك الارض وفي هذيك الدار. امير ما عجبوش الحال وبدا تيغوت عليه، قال له لا ما يمكنش هادشي، خاصك تعطي هذوك الملفات والوثائق المحاميين ديال الشركه كاملين وخليهم يبحثوا ويلقاو ليا شي حل في هذه المساله في اقرب وقت. ودابا غادي ننتقلوا لعند كمال، بينه كيهضر مع الصديق ديالو اللي في الشركه اللي وصاتو نيرمين باش يحول ليها الفلوس للحساب ديالها في الخارج. اتصل بكمال باش يقول ليه هادشي هذا ويعلمو على اتساع. المهم كمال قال له اكيد مادام طلبت منك هاد الطلب فهي باغيه تهرب للخارج، وسولو على واحد الملف قال له واش راه كاين عندك، قال ليه كون هاني راني خديته. وهنا كمال غيقول له برافو عليك. ودابا غادي ننتقلوا للخطه الثانيه ديالنا، ولكن لحد الان ما غنعرفوش شنو هي هذه الخطه، ما غاديش نكتشفوها من هنا للاخير ديال الحلقه. ودابا غادي نرجعوا لعند ورده، بينوها في المطبخ وهي تدخل عندها ثريا باش تأنب ليها ضميرها وتحاول تفهمها ان المشكل اللي طايح فيه امير وعائلته راه بسببها هي، واخا هادشي ماشي صحيح. غتقول ليها هاد العائله مساكن في اخر ايامهم غادي يتشردوا وغادي يخرجوا للشارع كاملين. ورده غتقول ليها لا ان شاء الله ما غيوقعش هاد الشيء، وانا غندير اللي في جهدي باش يبقاو في الدار ديالهم.
وهنا ثريا غتبدا تتذكر الكلام ديال عمة أمير قبل ما توفى في المستشفى. من بعد ما تكلمت معها وحاولت أنها تستعطفها، العمة ديال أمير كانت وعدتها، قالت لها غير تهني، أنا غادي نطلب من أمير أنه يتزوج بك ويطلق وردة. منين تفكرت هاد الهضرة بدات تقول بصوت مرتفع: أيامها معدودة. وهي تشوف فيها وردة قالت لها ما فهمتكش. قالت لها لا لا والو، ما قلت حتى شي حاجة. وبدات تقول مع راسها: صافي ما بقى ليك والو. يعني كانت عواله ان امير غادي يطلق ورده وغيتزوج بها هي باش يلبي الطلب ديال العمه ديالو قبل ما توفى. وهنا ثريا صافي ما بقاتش كملت هضرتها مع ورده وخرجت من المطبخ. من بعد غنشوفوا حتى ورده مشات للصالون ولقات مليكة وجيدان جالسين كيتكلموا على القصر وكيتذكروا مع بعض ذكرياتهم في هذيك الدار وشنو دوزوا فيها. جيدان قالت الملكة: واش عقلتي النهار اللي دخلنا لهاد الدار هادي شحال كنا مجروحين وكانت الظروف ديالنا صعيبة بزاف، ولكن مع الوقت قدرنا نتجاوزوها ونتغلبوا عليها وعشنا حياة زوينة مع بعضياتنا كعائلة وحدة، كأسرة مجموعة. قالت لها: ولكن دابا كلشي غيتبدل وغادي نوليو متشردين وغادي نخرجوا من هاد الدار. ملكة حاولت تواسي السيدة جيدان وقالت لها: لا ما تقوليش بحال هاد الهضرة، ان شاء الله غادي نتجاوزوا حتى هاد المحنة هادي وكل شيء غادي يكون مزيان وكل شيء غادي يكون بخير. وردة بقى فيها الحال بزاف ملي سمعت هاد الكلام وجات لعندهم وهي حاسة بالذنب وتأنيب الضمير، خايفة لا تكون هي السبب في هادشي، لأن دوك الناس اللي باغيين يخرجوهم راهم من عائلتها ومن دمها ولحمها كيف كنقولوا. ملكة دورت وجهها وشافت وردة هكاك حزينة وعينيها عامرين بالدموع وحاسة بالحرج ومهبطة عينيها الأرض. وهي تقول لها: بنتي، ما كاين علاش تقلقي راسك، ما كاين علاش تحسي بالذنب، حيت هذا الموضوع بعيد عليك وما عنده حتى شي علاقة بك. قالت لها: ما كاينش شي واحد في هذا القصر غادي يلومك ولا يقول لك شي حاجة اللي غادي تأذيك. المهم هما تيهضروا بينو امير جا لعندهم وقال لهم: ما كاين علاش تقلقوا راسكم، حنا راه ما غنمشيو لتا شي بلاصه، هاد الدار ديالنا وغادي نبقاو فيها. جيدان قالت ليه: كيفاش انت واثق من هاد الشيء؟ ولكن شفتي ولد عم ورده كيفاش تيتكلم حتى هو بكل ثقه في النفس ومصر على انه يخرجنا من هاد الدار. المهم غنخليوهم وغادي نرجعوا لعند مرت عم ورده وولدها بينهم جالسين في الدار ديالهم كيشربوا قهوه، وهو تيشوف الام ديالو حزينه وعينيها عامرين بالشر، وهو يقول لها: حتى لامتى غتبقاي نتيا بحال هكا غارقة في هذا الحزن هذا؟ ياك أنا وعدتك أنني غادي ننتقم لك من عائلة تارهون وغادي نجيب لك حقك منهم كيف ما بغيتي، دونك علاش مازال مقلقة ومتوترة بحال هكا؟ الأم ديالو قالت له: ما غنفرح ويفرح قلبي حتى نشوفهم محطمين وننتقم منهم، ديك الساعة عاد قلبي غادي يرتاح. وهو يقول لها: صافي راه وعدتك أن هادشي اللي غادي يكون، غير تهني. قالت له: ما تقوليش تهني وما يمكنليش نتهنى حتى نشوف هادشي بعينيا. قالت له: انت وقيله ما كتحسش بالنار اللي شاعله لي في قلبي وما كتعرفش باش كنحس. قالت له: عمرك طلبتي مني شي حاجه وما درتها لكش، وانا دابا طلبت منك طلب بحال هذا وها انت مازال غير كتواعدني وكتهضر، مازال ما شفت حتى شي حاجه واقعيه درتيها بالفعل. هو قال لها: كيفاش قدرتي تتكلمي معايا بهذه الطريقه؟ انت عارفه راسك شحال عزيزه عليا وعارفه بلي اي حاجه كطلبيها مني كنديرها، من طبيعه الحال غنفذ لك هذاك الشيء اللي بغيتي. قالت له: لا، هادشي ماشي صحيح، انا طلبت منك طلب واحد من شحال هادي وانت مازال ما حققتيش ليا هاد الامنيه وهاد الرغبه ديالي. وزيدون دابا ما غنبقاش نعول عليك، داكشي اللي غادي نديرو انا عارفه، وانا اللي غنتحرك هاد المره وغادي نخدم بيديا. وهو يقول لها: هادشي اللي كطلبي مني راه كتير بزاف وخاصك ضروري شويه ديال الصبر. قالت له: واش انت منيتك كطلب مني نصبر اكثر من هادشي كله اللي صبرته؟ المهم في هذا الوقت هذا غيدخل عندهم الشيفور ديالو وغادي يقول ليه: راه السياره ديالك جاهزه كيف ما طلبتي مني. هنايا هو غيعتذر من الام ديالو، غيقول لها: عندي اجتماع مهم بزاف خاصني نمشي حتى نرجع ونكملوا الكلام ديالنا. غادي ينوض هو غادي يمشي في السياره ديالو، وهنايا الام ديالو غتنوض وغتطلب من هذاك الحارس او داك الشيفور، غتقول ليه: عندي انا وياك واحد الخدمه خاصنا نقضيوها. غايقول لها شنو هي، وغتقول ليه: غادي نمشيو نلقنوا عائله تارهون واحد الدرس عمرهم ما غادي ينساوه حياتهم كامله. هو بقى كيشوف فيها وقال لها: واخا انا غادي نمشي نقولها لولدك قبل ما يمشي باش نمشيو مجموعين. وهي غتقول له: لا وقيلا ما فهمتينيش، راه هاد الخدمه غنديرها غير انا وياك بوحديتنا. وكيف كتشوفوا الوجه ديالها كيبتسم وعامر بالحقد والشر، يعني عواله على غزيت كيف تنقولوا حنايا. ودابا غنرجعو عند الشريره ديال نسرين، غيبينوها في المكتب ديالها. غيجي عندها الصديق ديال كمال وغيلقاها كتجمع في الوراق ديالها في حوايجها وكتستعد باش تمشي تهرب من البلاد. هنايا غادي يقول لها: ياك ما نتيا غاديه في شي اجازه؟ غتقول له: اه انا مسافره في اجازه واجازه طويله وانت اللي غتكلف ليا بالامور ديال الشركه في الغياب ديالي. هنا غادي يقول لها الصديق ديال كمال: بالنسبه للتحويل ديال الفلوس اللي طلبتي مني راه باقي خاصنا نصبروا واحد الساعه د المكانه. هي غتقول له: ماشي مشكل، غير تكلف انت بالاجراءات وانا غادي نتكلم مع المدير ديال البنك لانه صديق قديم ديالي وهو غادي يقوم باللازم.
صافي من بعد غادي نشوفوها خارجة من الشركة وهازة معاها واحد الشنطة فيها جميع الوثائق اللي غادي تحتاجهم وكذلك الفلوس، وغتكون فرحانة بزاف لأنها غادي تهرب بلا ما تعاقب. هنا غنشوفو كمال كيجيه اتصال من الصديق ديالو، غيقول ليه راه نيرمين يلا خرجت من الشركة وهازة معاها الفلوس والوثائق ديالها، وراه ما قدرتش نخليها تعطل كتر في المكتب لأنها صافي قررت باش تخرج دابا. كمال غيقول له صافي ماشي مشكل، غير سير أنا غادي نتكلف. وغادي نشوفو نيرمين وهي غادية في الشارع كتسمع الصوت ديال البوليس داك طويط ويط ويط ديالهم. منين سمعتهم صافي تخلعات وارتبكات، وداك الساعة خرجت في السيارة ديالهم. صافي ما بقات عارفة ما دير، كيفاش غدير، واش غتهرب ولا تبقى واقفة. هنايا خرجوا الشرطة من السيارة وطلبوا منها باش توقف ما تهربش، ولكن هي بقات تقول لا انا ما بغيتش نعاود ندخل للسجن. رمات هذيك الشنطة اللي فيها الفلوس والوراق، واخا ما قدرتش في الاول ديرها، ولكن ما بقى عندها حتى شي حل اخر ومشات كتجري هربت منهم. هنايا غنشوفوها مازال هربانه من الشرطه، يعني قدرت انها تخبي عليهم، مازال ما لقاوهاش. وجالسه غير كتبكي وكتغوت وكتقول لا صافي انا انتهيت، انا ما بغيتش نرجع لهذاك السجن مره واحده اخرى. وهنا غادي نشوفوا المفاجأة الكبيرة، لأنها منين غدور وجهها غادي تلقى كمال جا من موراها ولقى المكان ديالها. كتفاجئ بزاف ملي كتشوفو وكتخلع كتر وكتر. هو كيبقى غير كيشوف فيها كيقولها حصلتي، صافي ما بقى لك دابا فين تهربي، سالا هاد الفيلم ديالك ووصلتي للنهاية. قال لها ما غنتهنى حتى نشوفك في المكان المناسب اللي كتستحقي، وندخلك بيديا وسط القضبان فين غادي تربي وغادي تندمي على داك الافعال اللي درتي فينا كاملين. نيرمين بقات غير كتبكي وتنخصص، ما لقات ما دير وما لقات ما تقول لكمال في هذيك اللحظه. وهو يقول لها راه الدلائل اللي ضدك كلها قدمتها للشرطه، ودابا ما بقى ليهم غير يشدوك ويديوك معاهم للزنزانه. وملي حاولت نيرمين انها تهرب، كمال شدها من دراعها بالسيف عليها وقال لها ما عندك فين تمشي، هنا غادي تبقاي حتى يجيو الشرطه. بدات كتقول له كمال طلق مني، انا ما دايره حتى شي حاجه. وهو يقول لها انا غادي نطلق منك ولكن باش نسلمك للشرطه ماشي باش تمشي بحالاتك. وهنا تنشوفوا الشرطه خلطت عليهم وجات لعند كمال ونيرمين. كمال عطاهم نيرمين وشدوها. كيف كتشوفوا هاد اللقطه كنتو كتسناوها بفارغ الصبر، انا عارفاكم مزيان. المهم الشرطه شدت نيرمين، داروا ليها المينوط في يديها كيف كتشوفوا باش يديوها للحبس. وشكروا كمال قدامها، قالوا ليه كنشكروك بزاف على التعاون ديالك، حيت هو اللي بلغ بها وهو اللي عاونهم حتى شدوها، وهو اللي دار يدو في يد الصديق ديالو اللي كاين في الشركة باش يطيحوا نيرمين في الفخ. وهنا غنشوفو كمال كيتذكر كيفاش حتى كمل الخطة ديالو مع الصديق ديالو، غيبينوه كان في القصر هو ونسرين. ومنين اتصل به صاحبه قال له جميع المعلومات على نسرين، على نيرمين عفوا، وطلب منه كمال باش يبقى حاط عليها ويعطيه المعلومات اول باول كي تيقولوا المصريين. قال له يعطيه يعني سميه المطار فين غادي تركب والعنوان ديال البنكه منين جبدات الفلوس، يعني طلب منه جميع التفاصيل. وهنايا ملي قطع معاه الاتصال قال نسرين انا غنمشي دابا وغنتعاون مع الشرطه باش نشدوها، ما غاديش نخليها تهرب. نسرين حاولت تمشي معاه ولكن هو ما خلاهاش، قال لها لا ما كاينلاش، انتيا خليك هنا وكنوعدك انا اللي غادي نشدها بيديا وغنسلمها للشرطه، وديك الساعه غادي نرجع ونجيب لك خبر مفرح وغنتهناو منها للابد. كنوعدك اننا غادي ننتقموا منها وغادي ندموها على ديك الافعال والجرائم اللي دارت فينا كاملين. وهكذا كمال غيكون وفى بالوعد ديالو لنسرين، وقدم نيرمين للشرطة بيديه وصافي تهنى منها. غادي نشوفوا ان شاء الله في الحلقة المقبلة، غادي نحطها لكم نيرمين كيفاش غادي تدخل السجن وكيفاش غادي يعذبوها السجينات اللي معاها، كيفاش غادي تلقى واحد السجينة قديمة يعني عندها معها واحد القصة وغادي تحاول انها تنتقم منها داخل السجن، وغادي تفرجكم فيها مزيان. واحد الحلقة كتقتل بالضحك، انتظروها مني. كنشكركم على المتابعة ديالكم، وهكذا غنكونوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وغنعطيكم موعد في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامة وتهلاو لي في راسكم.